ومباريات يعني قوية، مباريات إضافة وتجربة كبيرة ومفيدة إن شاء الله أمام ساحل عاج وأمام الجزائر. تجهيز هذه لبطولة العرب وتجهيز برضو لكأس العالم. محمد تفضل كمل الفكرة. تجهيز كأس العالم كيف؟ لأنه شوف يا أبو الوليد، أنت لازم من اليوم تلعب مباريات إلى الفترة القادمة إلى كأس العالم. كأس العالم شهر 6، كل فترة توقف يجب أنك تستفيد منها. اليوم أنت بتشارك أمام فرق من أفريقيا، سواء الجزائر سواء ساحل عاج، القوة البدنية والاحتكاكات وكذا. فيما بعد حتلعب مع مدرسة أخرى، مثلا أمريكا الجنوبية، ممكن تلعب مع آسيا، ممكن تلعب مع اليابان، ممكن تلعب مع، فهذه أشياء مفيدة جدا للاعبين وحتى للمدرب يوقف على جاهزية اللاعبين ومن يقدر يشارك ومن يقدر يعني يطبق الأفكار اللي حيطلبها منه. يعني رينار جالس سلطان، الخيارات الآن مش خيارات لحظية، خيارات لبعد 9 شهور. صحيح. قاعد يفكر بعد 9 شهور. صحيح. مش جالس يعيش اللحظة. بالتأكيد إعداد لكأس العالم هذا واحد، ولكن قياسا على ما يقدم النجوم في الوقت الحالي. سؤال، وما دام جاء المنتخب ولسه تتحملون الفرق اليوم اللي لعبت، لأن موضوع المنتخب أهم من كل شيء. يقاس على المنتخب في كأس العرب، يقول لك لا هذه استعدادية لكأس العالم، يقاس كنتائج وكأداء، ومن الممكن إذا صارت لا سمح الله خسائر تفكير في تغيير رينارد في كأس العالم. يقاس كجودة أفكار، يقاس كجودة إعداد، يقاس كذلك حتى كتطبيق منظومة فنية. بالتأكيد احنا الآن نحرص للمنافسة على هذه البطولة لأنها إعداد مهم لكأس العالم. إذا فشل أعتقد أنه قياسا على مقدار الفشل يقيم القرار اللي يؤخذ. إذا كان الوصول أعتقد وش النجاح وش الفشل؟ أنا أعتقد على الأقل النجاح بالنسبة لك هي بطولة، الوصول إلى الأربعة أعتقد أنه هو أقل. وغير كذا؟ غير كذا حسب المستوى. إذا كان مستوانا جدا سيء بالتأكيد ممكن يفكر في تغيير، ولكن أعتقد أن الفترة بالوليد، الفترة تكلم بعد كأس العرب 6 أشهر قبل كأس العالم، أعتقد أن التغيير غالبا ما يودينا لشيء إيجابي، خاصة بما عشنا من مرات سابقة. فأعتقد أن الاستقرار إذا قدم منتخبنا أداء جيد مع رينارد، تأهلنا ووصولنا أعتقد أنه نجاح بعد ما كنا بعيدين 48 منتخب ورحمة. اوكي، بس بعد ما كنا بعيدين جدا في بداية التصفيات مع هذه الآلية مع مانشيني، شفنا كيف العودة والتأهل في بداية بصعوبة. شوف ابو احمد، لكن بكلمك على التغيير. التغيير انا بس برجع لك المانشيني وبعطيك التغيير. يعني ما قارن واحد في واحد دمر الدنيا. ما قيس مثلا فشل مدرب وقلت ترى هذا نجح لان المدرب الثاني مخبص وضايع. عرفت شو اقصد؟ يعني ما اقول لك لا ترى فترة مانشيني اي واحد بعد مانشيني سيعمل شيء. طيب فترة مانشيني في تصفيات كأس العالم ايش كان الهدف منها؟ التأهل. انت اغلت مانشيني وكان التأهل صعب جدا واحضرت رينارد، صح؟ الناتج تأهلت. اذا قرار صحيح، قرار نجحت فيه. طيب السؤال مرة ثانية، عدم الوصول إلى وصول دور الأربعة يعد؟ نعم يعد فشل لمنتخبنا. طيب للعلم، ولكن كتقييم تغيير مدرب أم لا، طيب المستوى هو اللي يحدد. طيب للعلم ترى لا المغرب ولا تونس ولا الجزائر كلهم ولا مصر صحيح بيلعبون لاعبين محليين وليسوا اللاعبين المحترفين في أوروبا. صح. يعني ما راح يجونك الأسلحة كاملة. حتى هذه المنتخبات المحلية لها ترى منتخبات عالية. تقارن منتخبك قياسا على المنافسين. أحمد أنت شايفه كذا تعبي عندك كلام تبي تقول مخليك تعبي عشان لا أنا بالنسبة لي إذا ما هو بالبطولة، إذا ما حقق البطولة ما عندنا بالنسبة شيء إن نتمسك في رينارد. يعني البطولة أو فشل. لأن كل شوف ترى أكثر مدرب أخذ مساحة حتى على مستوى الإعداد للاعبين من قبل فترات كثيرة، يعني فترة كأس آسيا، كأس العالم، تصفيات كأس العالم، حتى على مقياس تصفيات كأس العالم صحيح تأهلنا، لكن مقياس مقارنة بالمنتخبات اللي كانت موجودة و48 منتخب، المفروض المنتخب ما يوصل لهذه المرحلة.
المرحله اللي وصلنا لها ما هو بانجاز بالنسبه لنا. أنت باختصار اي وش ناوي ريناد، توصل؟ لا انا بالنسبه لي ريناد اذا ما حقق البطوله التغيير اهم. عندك 6 شهور. طيب واذا قدم مستوى ممتاز بس الحظ ما مشى معاه؟ لا عاد الحظ أي. زي ما ذكر ابو احمد، اهم شيء الافكار الفنيه داخل ارضيه الملعب واضحه، الاشياء واضحه فنيا ممتاز المنتخب، لكن اوكي الحظ. والسؤال لك انت يا احمد بالذات، الافكار اللي شاهدتها من قدوم رينارد في المرحله الثانيه مع تصفيات كاس العالم، مع كاس الخليج، مع البطوله الكونكاكاف، هل تغيرت ولا كما كنت؟ انا ما اشوف في تغيير عالي. يعني انت اليوم انت منتخب، يعني تطمح للافضل. في رجع المنتخب مع رينارد ولا لا؟ انا بالنسبه لي ما اشوف في تطور. يعني اوكي صحيح تاهلنا وبالعكس. خلنا نعطي بارقه امل لي ولك وسلطان وحمد وللمشاهدين. أنا متفاهم. طيب لا بقول لك، لا ايش بارقه الامل؟ المستوى اللي قدمناه في كاس العالم 2022 ترى مستوى ممتاز في 3 مباريات. صح. في 3 مباريات مستوى ممتاز. فوزنا على الارجنتين، خسارتنا من امام بولندا المفروض ما نخسر فنيا، وخسارتنا امام المكسيك الدنيا ضاعت. الدنيا ضاعت ليش؟ ها؟ المكسيك اللي كنا ممكن نتاهل. طيب ممكن نكررها؟ ممكن يعني على المستوى الفني. المستوى الفني نقدر، هذا اللي يقصد. نقدر. بس هل ريناد في تطور؟ هل ريناد في تطور؟ يعني بالنسبه لي كمدرب ممكن يوصلني للمسافه. ترى على فكره حتى كاس العالم انا مو على المستوى، انا افكر في كاس اسيا. حتى كاس اسيا اذا بيستمر ريناد، انا ابغى كاس اسيا، ابغى احقق اللقب. انت اليوم تصنع لقب، لابد انك تحقق لقب. خلينا انا اقول لك يعني انا عشان لا انا عشان 27 لا بس انا اقصد، لا انا اقصد اذا استمر ريناد بعد كاس العالم في حاجه ثانيه، لان اذا استمر خلي يكمل احمد وبيجي لك. اذا استمر كريناد بعد كذا، اذا كاس العالم ويستمر كاس اسيا معناته احنا في نفس الموال. لكن احنا اليوم لا، انت كمنتخب سعودي لابد تصنع اهداف. ما ابغى اصنع اهداف لحظيه. انا ما ابغى اصنع اهداف لحظيه، انا ابغى اصنع المستقبل. انا ابغى اصير المنتخب الاول في اسيا. اكررها، انا في 2007 كنت في دوره في اليابان، دوره البي في اليابان. احد المحاضرين يتكلمون عن الاتحاد الياباني واستراتيجيتهم. انا سامعها، يعني ما لم تنقل لي، انا موجود وسامعها. قال سنحقق كاس العالم 2050. واضح الهدف، ها؟ هذا الهدف موجود ويقال في كل مكان في الاتحاد الياباني. متى سنحقق كاس العالم؟ هذا السؤال، هل عندنا هذا مخطط؟ في هدف موجود؟ انا ما اشوف ما في على التخطيط اللي هذا، لابد انه يكون في. نوصل الى دور الثمانيه في كاس العالم. نوصل دور الثمانيه متى؟ ما ادري. نبغى نحقق. انا تكلمت الان، اتكلمت على كاس، انا تكلمت على كاس اسيا 27. قلت له خلينا نفكر في كاس اسيا. احنا نبغى في كاس العالم، احنا نبغى نوصل. اليوم منتخب السعودي كم له سنه ما حقق كاس اسيا؟ من طال عمرك 30 سنه. 96. يعني هل يعقل على الامكانيات؟ بروح لحمد وبعطيك. خلي يا حمد، لان حمد رايق يعني كل يوم وجاي. تفضل يا حمد. والله انا مستمتع، والله انا مستمتع مع احمد. لو تخليه يكمل والله عادي، بعدين انا اخذ الجزء البسيط. تفضل يا حمد. انا بالنسبه لي شوف، انا اتفق معاهم. شوف انا بالنسبه رينار الحين احنا ما هي في قضيه انه يبقى ولا يمشي. الحين في قضيه انه هو جانا بعد كارثه. انت قلت ابو الوليد صحيح كلامك، اي مدرب كان حيجي كان حينجح بعد اللي راح. لكن اليوم على الفتره اللي هو جاء فيها، احنا كان طموحنا انه نتاهل مباشر. ما تاهلنا مباشر، تاهلنا الحمد لله عن طريق الملحق. لكن عندنا مشاكل يا ابو الوليد كثير. يعني احنا من اقل المنتخبات في 3 مجموعات عندنا تسجيل الاهداف. يعني عندنا مشاكل هجوميه بشكل كبير ما عندنا حلول لها. عندنا مشاكل حتى دفاعيه، يعني نوعا ما تصلح فيها نوعا ما افضل من النواحي الهجوميه. اليوم حقيس المدرب انا على تطور افكار وزياده الافكار والاضافات العناصر اللي حيضيفها لي وحيعطيها يعني شأن ونشوفهم متميزين. 3 انك توصل. يعني انا بالنسبه لي اليوم ان نطلع من دور 4 لا، يعني توصل نهائي.